لم يرقى إلى المستوى الذي يمكننا أن نجزم بخصوصه بأن هناك فصلا واضحا وبينا بين مختلف السلطات، بما في ذلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، نظرا لأن كل هذه السلطات من حيث الهندسة المؤسساتية والدستورية ومن حيث طبيعة النسق السياسي السائد في المغرب أنها تخضع لسلطة تتجاوز كل هذه السلطات وتدمجها كلها في سلطة واحدة، هي سلطة لا تخضع لأي مساءلة أو مراقبة، وهي التي تجعل من المستحيل أن يكون هناك مثلا سلطة أو أن تكون هناك سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية تتمتع بالصلاحيات الدستورية الواسعة التي يخولها لها كل دستور ديمقراطي. إذن وبالتالي إذا ما غاديش نعاود نرجع للاشتكال، ولكن يمكن أن نعتبر بأن القضاء قد استعمل في المغرب طيلة العقود الماضية وحتى اليوم من أجل الدفاع عن السياسات التي تنهجها الدولة، وكان يستعمل بشكل مستمر من أجل قمعه ومن أجل الانتقام ومن أجل كم الأفواه لكل المعارضين ولكل النشطاء بمختلف أصنافهم. وبالتالي فتاريخ المغرب هو تاريخ المحاكمات السياسية الشهيرة، المحاكمات التي نطق فيها بالإعدام ضد أغلب الرموز السياسية ورموز النضال والمقاومة في المغرب سواء في الماضي أو في الحاضر، والوضع اليوم لا يشد عن ذلك، فرغم الحديث الذي تكرر وتم تداوله على اعتبار أن المغرب قد انتقل من مرحلة إلى أخرى، خصوصا بعد أن قام بتجربة ما يسمى العدالة الانتقالية.